السلام عليكم. الاهلي والزمالك وفي كميه شحن رهيبه ما بين الجمهورين، لدرجه ان الشحن ده طالني انا واصحابي. يا جماعه عاوزين نرتقي شويه. كره القدم في مصر والمجال الرياضي هو دايره مغلقه، محدش بيستفاد منها غير اللي شغال جواها، واحنا جمهور بره الدايره خالص. الاستفاده الوحيده لينا هي الاستمتاع بالفريق، واحنا ما بناخدش حاجه. حتى اللعيب اللي مشي من الاهلي للزمالك او من الزمالك للاهلي هو اللي مستفيد. لازم نفهم ان احنا في عصر احتراف، وكل واحد حر في تحديد مستقبله ايه. في الاخر الجمهورين هم اللي بيقعوا في بعض. لعيبه الكوره في الاول وفي الاخر اصحاب، وبيتقابلوا بره وبيقعدوا وبيهزروا وبيضحكوا. فخلونا نرتقي شويه يا جماعه، كل واحد يشجع فرقته بدون قله ادب ويغلط في حد. محدش فينا ناقص ذنوب. الاهلي خد الدوري، مبروك عليه. الزمالك لسه بينافس على الكاس، يكسب هنقول له الف مبروك، واللي هيخسر هنقول له هارد لك. كلام ليكوا ولنفسي. تعالوا نتكلم بجد عن حجم القطبين في افريقيا. لازم نقول يا جماعه ان اول بطوله افريقيه لمصر كانت منجوي اصلي، وبعدها اخواتنا في اسماعيليه قالوا يريحوا في الخط حبتين. لكن الاهلي والزمالك من سنه 1982 لسنه 1987 الاهلي خد بطولتين والزمالك خد بطولتين. انت رزمه ولا رزمه؟ لكن لو انا خدتك من دلوقتي وركبتك آلة الزمن ورجعتك سنة 2004 كان نادي الزمالك هو سيد القارة كلها. نادي الزمالك ده اقوى واحد فينا. الزمالك كان اشهر نادي في القاره كلها، وكان له شعبيه كبيره جدا في القاره وفي الوطن العربي كله. ومش بقول وقتها ان الاهلي ما كانش مشهور، لكن ما كانش بشعبيه الزمالك، وده بكلام الناقد حسن المستكاوي. والجدير بالذكر ان اول نهائي قرن واول قضيه كانت في ماتش الزمالك والاهلي في نهائي السوبر سنه 94، واللي انتهت بصاروخ وقضيه ايمن منصور، واتعمل على الجون ده وقتها زيطه تقريبا زي زيطه الجون بتاع قفشه. وبعد ما كان الزمالك ملك القاره ورايح وجاي ببطوله، وكان اول فريق هيشارك في كاس العالم للانديه، دخل عليه دخول مفاجئ زعيم القاره الجديد، وخد الزمالك الرايه من الاسماعيلي وحب يريح في الخط حبتين، واستلم الرايه المارد الاحمر، رغم انه في الوقت ده كان واخد نادي القرن عشان السبعه اكبر من التسعه حسب اقوال الزملكاويه. لكن الفتره الذهبيه للنادي الاهلي كانت من 2005 ل 2013. الاهلي كان طايح في القاره كلها، صغير بكبير، بالاخضر باليابس بالقالع باللابس. وصراحه ان الاهلي استغل السكواد العالمي اللي كان معاه والكيمياء اللي كانت بينهم وبين جوزيه، اللي حرفيا ما كانش حد قادر يقف قدامهم بره او جوه. بس حقيقه انا مش عارف الانسان ده كان بيعمل ايه في الفريق ده. فالاهلي بعد ما كان ورا الزمالك في عدد البطولات القاريه، النهارده في 23 الاهلي ضعف بطولات الزمالك. وده بيبين يا جماعه ان الايام دول، اي نعم هي ما بتجيش على الاهلي كتير، لكن هي دي سنه الحياه. وده على فكره ما بيقللش ان الزمالك في حاجه من سنه 2014 والكفه ابتدت تتعدل سنه، مع الرغم ان الاهلي فارق برضه، فارق كتير. اخيرا الاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي هم حرفيا اكبر فرقتين في القاره، تاريخهم كبير وبيشهد على كده. ممكن يتعثروا واكيد الاهلي بيرجع، لكن الزمالك مسيره ويرجع تاني. عايز اقول حاجه اخيره، كسواء اهلاويه او زملكاويه، ده هزار وضحك، والهدف منه الترفيه مش اكتر. محدش يشتمني عشان ابويا ميت. سلام عليكم.